بطلان التقرير الطبي الخاص بالمبني عليها كونه لم يحرر بالطريقة التي رسمه القانون. ثانيا التراخي في الإبلاغ كدليل على الكيدية والتلفيق. ثالث حاجة رئيس اتفاق القصد الجنائي. فهو جاء معالي الرئيس القرار رقم 187 لسنة 2001 الخاص بشأن الضوابط إعداد التقارير الطبية. سيد الرئيس مفيش تقرير طبي في الأوراق بالمعنى اللي رسمه هذا القرار. النهارده دي مستشفى استثماري، أي حد عايز يروح يخش المستشفى الخاصة هيديله فلوس، هيقول له لو سمحت احجز لي، هيديله تذكرة هيخش يحجز، بعد كده هيديله ورقة. احنا بقى سعادة الرئيس النهارده قرار وزير الصحة اشترط في بعض الضوابط في التقرير الطبي في مواد الجنح الجنائي. ايه الثلاث شروط دول؟ أول شرط التأكد من شخصية المصاب، وده مش ثابت في التقرير. يعني مفيش رقم قوي وخلو هذا التقرير. المفروض ان طبقا لنص الماده الاولى من هذا القرار ان المستشفى بتستلم عن طريق خطاب من الشرطه بتتلقى المصاب والكشف عليه. ثالث حاجه خلو هذا التقرير من ساعه دخولها المستشفى. رابع حاجه معالي الرئيس خلو هذا التقرير من توقيع مدير المستشفى الماضي عنه. كل وادي صوره من هذا من قرار وزير الصحه بيقول هذا الكلام سيد الرئيس. تاني حاجه تاريخ بدء النزاع ايه معاليك بقى؟ تاريخ بدء النزاع ان الزوج ده ضابط في كبير ضباط على المراكب التجاريه، والزوجه حاصله على ليسانس حقوق وتعمل في المحاماه. النهارده كان بيبقى عامل لها توكيل رسمي عام ان هي تسحب كل شهر 3000 ونص دولار. وادي التوكيل الرسمي العام عليك من 2015 الى ان امتنع عن تحويل، او قدام عليكم هنقدم صوره في مذكره، الى ان جاء هذا الزوج وامتنع عن تحويل 3,500 دولار شهريا. لان هي خدت عقد الشقه وفي 3 ايصالات امانه كانوا موجودين في مسكن الزوجيه، وخرجت لبيت والدها وتم تحرير محضر بهذه الواقعة سيد الرئيس. بتاريخ كام بقى المحضر اللي هو عامله؟ هذا المحضر بتاريخ 19/12/2023، يعني قبل ما هي تعمل أي محاضر. هذا الرجل توجه لاسم الشرطة قال يا جماعة أنا راجل بسافر على المراكب، أنا راجل ضابط على المراكب التجارية معليك. رجعت لقيت بيتي فيه حاجات مش موجوده. ايه اللي يخلي الزوج ضابط في البحر بيقعد في السنه اشهر معدوده ان هو يذهب للاعتداء على زوجته؟ هي دلوقتي بتقول في المحضر معليه. المحضر اساسا امتى اتعمل؟ المحضر ده اتعمل يوم 9/1/2024. طب التقرير الطبي امتى معليه؟ التقرير الطبي قبلها ب10 ايام، يعني يوم 29 زي ما هو ثابت في المحضر، يوم 29/12/2023، يعني في تراخي في الابلاغ. فاحنا بنثبت معاليك ان في تراخي في الابلاغ في هذا المحضر، اضافه الى معاليك انتفاء القصد الجنائي. هي بتقول في المحضر ده ان هي راحت لجوزها علشان اتصل بيها قال لها تعالي عشان نصطلح. القصد الجنائي هنا معليك دي حاجه بتبقى دي جريمه عمديه، جريمه الضرب دي جريمه عمديه، ولابد ان القصد الجنائي يبقى موجود واضح الاوراق. هي بتقول ليه لما سالها محرر المحضر ليه تركتي في الابلاغ جايه بعد 10 ايام ليه تعملي المحضر؟ قالت علشان طلقني غيابي. يعني هي اللي قالت على سبب تحرير هذا المحضر، مما يؤكد لعداله المحكمه على كيديه هذا البلاغ. يبقى معليك انا النهارده بتحاكم بناء على تقرير باطل طبقا لقرار وزير الصحه، وده تشريع يجب احترامه، وضابط يقيد. احنا نلتمس من عداله المحكمه براءه المتهم من التهم المنسب اليه.